السفر. الناس بقت بتكررها ومعتقده فيها لدرجه انها بقت مصدقه ان المصري اللي بيسافر ده كائن خرافي، مش اي حد يقدر يسافر زيه. واكتر حجه بسمعها هي ان احنا ما بنسافرش عشان الباسبور بتاعنا ضعيف جدا وبنخاف الفيزا بتاعتنا تترفض. وده حقيقي نوعا ما. الباسبور المصري واحد من اضعف 10 باسبورات في العالم، دي حقيقه. وفعلا احنا ممكن تترفض في فيز كتير زي الشنجن او فيزا زي انجلترا او امريكا، بعد ما بتحجز انترفيو وتدفع فلوس وتروح الانترفيو وتقعد تحلف لهم على المصحف اني والله العظيم هرجع البلد تاني. تقريبا ما بيقتنعوش بالكلام ده، وممكن عادي بعد كل ده يرفضوا الفيزا بتاعتك. طيب خلينا ما نتكلمش عن النقطه دي ونأجلها شويه الفيديو تاني، ازاي تقدم على الفيز دي. بس خلينا نتكلم ان انت ممكن تتفادى كل ده وفي نفس الوقت تروح بلاد حلوه كتير. زي مثلا ان في دول كتير من غير فيزا اصلا، كل اللي محتاجه باسبورك. ودي زي ماليزيا، الاردن، ماكاو، هونج كونج، حتى كوريا الجنوبيه. في مجموعه تانية من الدول كل اللي محتاجه فيزا اون ارايفل، او ان انت هتدفع بس ثمن الفيزا لما توصل المطار هناك. ودي زي اندونيسيا، كينيا، تنزانيا، او حتى كمبوديا. كمبوديا دي ليها قصه تانية هنبقى نتكلم عنها في فيديو تاني ان شاء الله. واخر نوع وهو الاونلاين فيزا، وده زي فيتنام. كل اللي هتحتاجه ان انت تدخل بيانات باسبورك اونلاين وتدفع بالكريدت كارد ثمن الفيزا، وفي خلال 4 أو 5 ايام على حسب الدولة بيجي لك ايميل فيه الفيزا دي بتطبعها وتروح بيها المطار. الموضوع ده مش بس هيخليك تسافر دول كتير بطريقة سهلة جدا من غير ما تروح ولا سفارة ولا تحجز انترفيو، ونسبة الرفض تقريبا 0%. ده كمان هيخلي عندك في حركة على الباسبور، حركة سفر يعني أختام خارج من البلد وداخل البلد. هيخلي الموضوع أسهل شوية لما تيجي تقدم على فيز سخيفة زي الشنجن ولا انجلترا ولا أمريكا. موضوع الفيزا ده كان أول حجة أو أول موضوع نتكلم عنه في الفيديوهات. إن شاء الله الفيديوهات الجاية هيكون فيها حاجات تانية تخلي الناس تفهم عن السفر أكتر، وتحسس الناس إن فعلا الموضوع سهل وإن هم فعلا يقدروا يسافروا أكتر ما هم كانوا متخيلين. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له شير مع الناس، يمكن ناس تانية تستفاد وتتشجع انها تسافر. وممكن تعمل لايك للبيج على فيسبوك، تلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو. تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه. لو ما عجبكش الفيديو يا ريت تقول لنا ليه ما عجبكش وازاي نحسن الفيديوهات بتاعتنا، او ايه المواضيع اللي تقترحها علينا. المهم ان انت تشارك معانا، يعني حسسنا ان احنا عملنا حاجه. يلا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.